محمد سعد عمل جامع ب30 مليون جنيه، أما وفاء عامر عملت مسجدين، وسعد الصغير بكى عشان الناس تسيب الجامع بتاعه في حاله. فنان بنى مسجد وقرر يعتزل ومسح كل أفلامه، ده غير النجمة الكبيرة اللي حولت بيتها لجامع ومستشفى واتنقلت لشقة صغيرة تعيش فيها. أما بقى حكاية الفنان اللي الشعراوي قال عليه لو ممثل واحد دخل الجنة هيكون هو. النهاردة حكايات فنانين اختاروا طريق ربنا. عارف يعني ايه حد يكون مشهور وناجح ومع أول قرش يدخله يفكر في جامع أو صدقة جارية؟ طب عارف يعني ايه ممثل أو مطرب الناس بتشوف انه مهرج شغلته كلها انه يضحك الناس ويسليهم وفاكرين ان حياته كلها هلس، لكن الحقيقة بتكون غير كده خالص. تعالوا النهاردة احكيلكوا على كام حكاية هتخليكوا تحترموا ناس عمركم ما كنتوا تتوقعوهم. خلينا نبدأ بمحمد سعد. الراجل ده زمان قبل ما الشهرة تخبط على بابه كان بيصلي في زاوية صغيرة كده جنب بيتهم في مساكن زينهم. مش بس بيصلي، ده كان بيعتكف أول كل شهر 3 أيام، ده غير 10 أيام في أواخر رمضان كاملين، وأوقات كتير كان هو اللي بيأذن ويقيم الصلاة. محمد سعد حب الزاوية جدا وعاش فيها وكانت جزء من حياته. ولما ربنا كرمه وعمل أفلام كسرت الدنيا، أول حاجة فكر فيها مش عربية ولا فيلا ولا شهرة، فكر في الزاوية دي. جاب مهندس وبنى مسجد كامل ودفع وقتها 3 مليون جنيه، يعني النهاردة حوالي 30 مليون جنيه، وسماه مسجد الهدى، وبقى أكبر مسجد في مساكن زينهم. والمسجد ده دورين، رجالة وستات، وجنبه 5 عيادات طبية مجانية. مش بس كده، وجمعية خيرية بتطلع حج وعمرة للناس الغلابة. نروح بقى لسعد الصغير. الراجل ده قلب الدنيا كلها مش بسبب أغانيه، لأ، بسبب المسجد اللي بناه. القصة بدأت بحتة أرض فاضية جنب بيتهم، كان مقلب زبالة يعني أعزكم الله. وسعد كان دايما يبص عليها ويقول لأمه لما يبقى معايا فلوس هشتريها وابني عليها جامع. تمر السنين وطلع فيلم عليا الطرب بالتلاتة، هو ودينا وأغنية العنب، قلبت الدنيا والفلوس دخلت جيبه. هنا افتكر الحلم، راح للست صاحبة الأرض وكانت ست مسيحية، هو أصلا كان شغال عند جوزها زمان. قال لها عاوز اشتري الأرض دي بس مش قادر أدفع كله دلوقتي. الست وافقت وقسطت له الفلوس. اشتغل في إعلانات وأول ما قبض دفع الباقي وبدأ يبني الجامع، وبسرعة الصاروخ خلصه وفتح أبوابه للناس كلها. لكن المفاجأة اللي قلبت الموازين، دكتور محمد طلع وقال الصلاة في جامع سعد الصغير لا تجوز، لأن الجامع معمول بفلوس حرام وجاية من الرقص واللهو. طبعا الدنيا ولعت، وسعد انهار وقعد يعيط قدام الناس وقال ما يمكن الجامع يكفر عني الذنوب اللي أنا عملتها ويكون بداية جديدة ليا. وقتها شيوخ كتير وقفوا معاه وقالوا الصلاة في الجامع بتاع سعد الصغير صحيحة زي أي جامع، والجامع لحد النهاردة فاتح، وسعد الصغير بيروح ينظف الحمامات بتاعته بنفسه زي ما كان بيعمل الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. بس للأسف لسه مش ملتزم في الصلاة، ربنا يهديه ويهدينا جميعا. دلوقتي بقى هنروح لمطرب تاني حكاية سعد أثرت فيه قوي ونفسه يبني مسجد بس مش قادر لا يتعمل معاه نفس اللي اتعمل مع سعد. وهو مين؟ المطرب حمادة هلال، واللي كان ناوي يبني جامع، لكن اللي حصل مع سعد خلاه يتردد، بس الفكرة لسه في دماغه وبيقولها هعمله بس في الوقت الصح. أما أحمد عدوية فده قصة مختلفة تماما، طول عمره نفسه يبني جامع بس مش قادر يجمع تكاليفه. ليه؟ عشان الراجل ده كان بيصرف على أسر كتير جدا، أهله، صحابه، جيرانه، الناس المحتاجين، بيصرف عليهم من الألف للياء، وكان خايف ربنا يحاسبه لأنه معهوش يعمل جامع. فراح للشيخ الشعراوي وحكاله كل حاجة. الشعراوي بصله وقال له يا عدوية اللي بتعمله ده وبرك بأهلك وناسك أحسن عند ربنا من بنى الجامع، خليك زي ما انت ماشي. أما حسن الأسمر الله يرحمه فهو كمان بنى جامع وأخد ثوابه وفضل أثره موجود بعد ما مات. لكن المفاجأة الكبيرة وفاء عامر، أيوة النجمة وفاء عامر بنت مسجد كامل من الأرض للسقف وبتشتغل دلوقتي في المسجد التاني ومحدش كان يعرف غير من قريب جدا. أما بقى الفنان الجميل تامر حسني فده مش بس ساهم في بنى مسجد في التجمع الخامس، ده كمان بنى مركز تحفيظ للقرآن للأطفال وبيتكفل بمصاريفه سنويا وبيزور المكان بنفسه من غير إعلام ولا تصوير. ده غير الأعمال الخيرية الكتير اللي بيعملها، واللي كان آخرها تبرعه بكامل أجره عن أول حفلة هيعملها بعد تعافيه من الأزمة الصحية اللي مر بيها. والحفلة كمان مش حفلة عادية، دي هتكون في قصر عابدين التاريخي يوم 20 ديسمبر، وداخل كمان فعالية خيرية كبيرة، وهيكون ضيف الشرف الرئيسي فيها
والقرار ده مش مجرد حركة إعلامية، ده حقيقي من قلبه، علشان يقول لجمهوره زي ما كنتوا جنبي أنا كمان موجود علشانكم. أما شادية بقى فدي كانت من أرق وأهدأ الفنانات، ما كانتش بتحب تظهر في الإعلام ولا تتكلم عن حياتها الشخصية، لكن بعد اعتزالها اتغيرت حياتها 180 درجة. اتجهت للقرآن والخير وبقت شبه متفرغة للأعمال الخيرية اللي بينها وبين ربنا. شادية ساهمت في بنى مسجدين كبار، واحد منهم كامل من مالها وده كان في الهرم، وساعتها حولت فيلتها اللي كانت بتملكها في منطقة كويسة قوي لمسجد كبير ومركز تحفيظ قرآن ومستشفى صغيرة لخدمة الأهالي. أما التاني فشاركت في توسعته وفرشه بالكامل، وطلبت حاجة واحدة: أنا مش عايزة اسمي على المسجد، أنا عايزة ربنا اللي يعرف. لكن المفاجأة إن الأهالي سموه مسجد شادية من غير ما تكتب اسمها، حبا فيها. لحد النهاردة ده الاسم بتاعه، وهو الاسم المتداول ليه، رغم إنها رفضت رسميا إنها تكتب اسمها عليه. كمان كانت بتتكفل بأيتام وتدفع مصاريف طلبة جامعات من غير ما حد يعرف، وكان شرطها دايما من غير صور ولا أسماء ولا حتى شكر. أما بقى الفنان الجميل حسين صدقي فده بقى مش بس بنى مسجد، ده اعتزل وطالب بمسح كل أفلامه من السوق، وقال جملته الشهيرة: الفن مسؤولية أمام الله وأنا ما عملتش اللي يرضيه. حسين صدقي بنى مسجد كبير في حي الهرم سنة 64 وعمله على نفقته الخاصة بالكامل، وأطلق عليه اسم مسجد حسين صدقي. وده عكس شادية، هو كان شايف إن المسجد لازم يتقال مين بناه علشان يبقى صدقة جارية ليه. والشيخ الشعراوي كان بيشهد له وقال عنه كمان لو كان في ممثل واحد دخل الجنة فهو حسين صدقي. مش بس كده، قبل ما يموت طلب إن لو أفلامه فيها أي حاجة تغضب ربنا تتشال من السوق، وفعلا أسرته نفذت الوصية. نيجي بقى لحكاية مسجد عادل إمام في المنصورية. في بداية الثمانينات وبعد ما استقر عادل إمام في فيلته في منطقة المنصورية، لاحظ حاجة كانت مضايقاه جدا، وإن المنطقة بالكامل تقريبا ما فيهاش مسجد واحد قريب، وأغلب الأهالي بيضطروا يمشوا مسافة طويلة جدا علشان يصلوا، خصوصا صلاة الجمعة والتراويح. الموضوع لمس قلبه، وخصوصا المنطقة فيها عمال وفلاحين وأسر بسيطة. وقتها قرر يبني جامع كامل يخدم الناس من غير ما يعلن أو يصور أو حتى يكتب اسمه عليه. اشترى قطعة أرض كبيرة قريبة من بيته وبدأ التنفيذ بسرية تامة. ابنه رامي وأخوه محمد أشرفوا على التنفيذ لحد ما خلص، والمسجد اتبنى بالكامل من جيبه الخاص. وكان وقتها بنى مسجد بالمساحة دي رقم كبير جدا، وسماه مسجد الرحمن الرحيم، وده الاسم اللي هو اختاره بنفسه، ورفض تماما يتكتب اسمه عليه. بعد ما اتبنى عادل إمام ما عملش حفل افتتاح ولا حتى كتب على المسجد إنه على نفقة الفنان عادل إمام. إمام كان شايف إن دي حاجة بينه وبين ربنا، ولو اتعرفت خلاص فقدت معناها. ناس كتير طلبت إنه يتكتب اسم عادل إمام على المسجد، لكنه رفض وقال الجامع باسم ربنا مش باسم حد من خلقه. لكن اللي كشف القصة دي كان إمام المسجد نفسه، ووقتها الناس بدأت تعرف إن الجامع اتبنى من مال عادل إمام بالكامل، وإنه كان بيصرف سنويا على الصيانة والكهرباء والفرش وموظفين المسجد. مش بس كده، المسجد كان فيه دار للتحفيظ واتعملت جواه وبرضه كان بيصرف عليها. في التسعينات المسجد اتوسع مرتين، مرة على نفقة عادل إمام ومرة بالتبرعات، واتضافت قاعة لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال ومصلة للسيدات بمجهود بنته سارة، واللي كانت بتساعد في تنظيم الأنشطة الخيرية هناك. في ناس الشهرة بتغيرها، وفي ناس الشهرة بتكشف معدنها الحقيقي، وفي الآخر اللي بينه وبين ربنا عمار ما بيضيعش أبدا. ومش كل فنان حياته بس أضواء وكاميرات، في ناس ربنا هداهم لشغل خير كبير جدا بس مختارينه يكون في الخفاء، لأن ده اللي بيعيش بعدهم. وعدنا احنا كمان يا رب نسابق معاهم في سباق الخير. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة عن حكايات المشاهير. هستنى تعليقاتكم وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.